شايف الحركه دي؟ خليك معايا بقى. هنعمل النهارده عطر رجالي اروماتيك زهري خشبي جامد جدا للصيف. هنجيب الازازه. هتقول لي بقى انا لابس الجوانتي ده ليه؟ اقول لك دي لزوم الشبحنه، انا بشوف الناس بتعمل كده وحسيتهم اشباح، بس شكله حلو. هنفتح الازازه وننفخها من الداخل بالهواء جامد عشان لو فيها اي شوايب تخرج. نجيب العطر بتاعنا، ده عطر زهري اروماتيك رجالي جامد جدا، اسمه اسينشال، يحاكي عطر لاكوست اسينشال بس جامد، وانا بحبه شخصيا وكل عملائنا عارفينه وعارفين قد ايه العطر ده جامد صيفي منعش محبوب لكل الاذواق. ننضف العده. هنحط شويه كحول بسم الله. ونفتح الزيت العطري وبنحط نسبة الزيت العطري من عطر استنشال. العطر أداؤه كويس جدا ومحبوب لكل الأذواق. ده بقى يا سيدي من العطور اللي فواحة جدا وخفيفة على الأنف، لو أنت أو الناس اللي حواليك عندهم حساسية بإذن الله مش هتتعب من العطر اللي بالشكل ده. أي عطور فريش منعشة زهرية حمضية بالشكل ده بإذن الله مش بتتعب حتى اللي عنده حساسية. بنكمل باقي الإزازة كحول. بنقفل الزيت العطر بتاعنا وده اسم العطر. بعد كده بنجيب جهاز الخلط وده كاس الخلط، نحطه على جهاز الخلط عشان نخلط المكونات اللي احنا حطيناها دي بطريقة الخلط الدوراني على جهاز الماجنتيك ستيرر، والجهاز ده بيخلط فقط ما بيعملش اي حاجة. بنحط نسبة من الماء المكتر، وقلنا قبل كده في فيديوهات كتير وظيفة الماء المكتر اللي احنا بنحطه ليه اكتر من وظيفة ومهم جدا. وده المذيب العطري عشان الناس ما تخشش في الكومنتات وتسألني المذيب العطري ايه والماء المكتر ايه. يا جماعة الزيت العطري والكحول والمكونات الكويسة النظيفة بتطلع عطر أداؤه ممتاز، ولازم نعرف العطر اللي احنا شغالين بيه أداؤه عامل ازاي، لأن مش كل العطور بتثبت زي بعض. قلنا العطر اسمه استنشال، يحاكي عطر لاكوست استنشال. العطر اروماتيك زهري خشبي للرجال، العطر جميل جدا ولما بيهدى بيدي حته ذكوريه فريش حمضيه جميله قوي، انا بحبه شخصيا. والعطر ناجح جدا وهو مش جديد ولكن عند اباتشي مختلف. كده تمام. عشان ما نطولش في الفيديو بنرجع بعد كده بالسائل العطري. احنا متاسفين على الدوشه اللي انتوا سامعينها دي عشان المحل عندنا على شارع عمومي. بننظف العنق بتاع الازازه كويس جدا عشان لما نقفل ونكبس عليه البخاخ يبقى قفل على نظافه عشان ما يعملش معانا بعد كده تعريق. نراجع على مقاس البخاخه ونتاكد ان هي تمام، وننزل بالكاش بامب ونحط
المكبس اليدوي ونكبس. بعد كده نأكد على الكبس. تمام. نراجع على البخاخة مظبوطة. نجرب بسم الله. كويس جدا. البخات دي مميزة، بتبخ رش رذاذ اقرب للبخار والمدى بتاعها قصير، وده ميزة في البخات بتاعت اباتشي. ننظف مكان ما اشتغلنا. تمام. ونجيب العلبة بتاعتها. حودة العلبة فين؟ فين بقى العلبة؟ اسم العطر ايه بقى؟ استنشال اهو. احفظ اسم العطر ده. ادي العلبة. قليل من الهواء. كده عملنا عطر استنشال اهو. تقدر تطلب عطر استنشال عن طريق المحلات الفروع، حدائق الاهرام، الوراق، وعن طريق الواتساب او منصات اباتشي للعطور. حط تعليق دلوقتي باسم استنشال وانا ابعت لك التفاصيل.